بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القديس العظيم الأنبا موسى الأسود. بركة صلواته وشفاعته قدام ربنا تكون معاكم ومعانا آمين. والنهاردة هنقول له تمجيد، وهو يستاهل كل محبة وكل خير، وشفاعته قوية قدام ربنا، وكلنا بنحبه من كل قلبنا. قديس الأنبا موسى بركاته وشفاعته تكون معاكم آمين. في كنيسة الأبرار في مجمع الأطهار، قائم بكل وقار بجوري أفا موسى. كان أصله عابد أوثان وقاطع طريق لزمان، وسأل عن الديان بجوري أفا موسى. سارق قاتل زاني وأحب العالم الفاني، وغسلوا الدم القاني بجوري أفا موسى. سمع موسى العطشان عن الآباء الرهبان، ببرية شهيد كانوا سكان بجوري أفا موسى. وسأل هل في إله له العظمة والنجاة، قلبه مشتاق لسماه بجوري أفا موسى. أجابوا أفا زيزوروس إلهنا قوي وقدوس، وتنحني له الرؤوس بجوري أفا موسى. إلهنا رؤوف وحنان ويقبل كل التايبين، ومن محبته رضى الهوان بجوري أفا موسى. سلم نفسك إليه واترك ماضيك عليه، وبالنعمة تتوب في إيديه بجوري أفا موسى. ووقف موسى وقال اقبلني كابن ضال، وتوبني أتوب في الحال بجوري أفا موسى. بدموع وابتهالات، بإفرازات وابتهالات، وندم على كل اللي فات بجوري أفا موسى. وأتقدم للمسيح بفؤاد محزون وجريح، وأراد أن يستريح بجوري أفا موسى. قدم توبة روعة علنا وبلا رجعة، وتفاصيلها متسعة بجوري أفا موسى. وإذ بملاك موجود يمسح خطاه السود، وبيض لوحة المشهود بجوري أفا موسى. وأنبا مكاريوس رآه ربه سامحه ونجاه، وانكتبت ليه الحياة بجوري أفا موسى. ونال أول الأسرار بالماء والروح والنار، وأزال كل الأزوار بجوري أفا موسى. دي توبة أثرها عجيب، وتشعل في القلب لهيب، والشارد يبقى قريب بجوري أفا موسى. القاتل أصبح بار، والخاطئ إناء مختار، والسارق من الأخيار بجوري أفا موسى. والروح قاد الجبار من الظلمة للأنوار، ووهب لحبيبه ثمار بجوري أفا موسى. اشتاق لحياة الدير وعزم يسلك في الخير، فرسم له خط السير بجوري أفا موسى. يتعب نفسه بإصرار، ويمشي آلاف الأمتار، ويملأ لهم الجيار بجوري أفا موسى. وصار يقطع الطريق في ثبات مع تدقيق، وتقدم فيما يليق بجوري أفا موسى. عابد زاهد وأمين، وإيمانه أساسه متين، ويرعب الشياطين بجوري أفا موسى. حب الإخوة وحبوه، وللكهنوت انتخبوه، رفعوا الرغبة وطلبوه بجوري أفا موسى. لكن حين امتحنوه صار الكهنة وطردوه، وخضع لما أرادوه بجوري أفا موسى. وقال استحقاق يكون، طردوك يا أسمر اللون، يا رمادي الجلد تهون بجوري أفا موسى. سمع البطرك أقواله، وعرف تقوى أحواله، واتضاع روحه وكماله بجوري أفا موسى. ورسموا بأمر القدوس، وصوت آل إكسيوس، وسمعوا كل النفوس بجوري أفا موسى. وطوباك يا موسى طوباك، ونلت رضا مولاك، ورب الكرم أولاك بجوري أفا موسى. وجالهم موسى القديس وعلى ظهره الرمال، ودخل مهموم وتعيس بجوري أفا موسى. وسألوه ايه جايب وياك، وايه الحامل اللي معاك، قال انه شايل خطاياه بجوري أفا موسى. وكان درس مفيد ومشهور، وقبلوا الرهبان بسرور، وسمحوا الخاطي المكسور بجوري أفا موسى. يا ريت نحيا كحياتك، ويا ريتنا في صفاتك، واذكرنا دايما في صلواتك بجوري أفا موسى. والشمامسة والرهبان والخدام في كل مكان
يا رب املأهم إيمان بجوري آفا موسى. أنبا موسى طوباك، قد نلت رضا مولاك، رب الكرمة صانك وحماك بجوري آفا موسى. الملائكة ترتلك اكسيوس اكسيوس، والكل يقولون يا إله القديس الأنبا موسى أعنا أجمعين. ومن معجزات الأنبا موسى إن كان في تاجر كبير كان جايب شحنة فيها حديد لشغله، ونظرا للعواصف والرياح اللي كانت شديدة في البحر على السفينة في الوقت ده، فصارت تنقلب يمين وشمال، حتى ان قائد السفينة اتصل بالمركز بتاعهم في القاهرة وقال لصاحب السفينة ان احنا جايز ما نوصلش بسلام، لان الرياح عالية جدا والسفينة بتميل يمين وشمال واحنا مش قادرين نسيطر على الوضع. ولأنه هو كان شفيعه القديس الأنبا موسى وكان بيحبه جدا، راح نزل جري قدام الكنيسة عنده اللي اسمها باسم الأنبا موسى، وطلب قدام أيقونته بكل أمانة وإيمان إنه لو جت الشحنة دي بتاعت الحديد بسلام هيبني فيها كنيسة باسم القديس الأنبا موسى وهيديلهم من الحديد اللي هو جايبه. وإذ بقائد السفينة اتصل بيهم للمرة التانية بيتصل ويطمن ايه اللي حصل في الجو، فقالوا ان احنا شفنا مارد كبير جدا لونه اسمر طلع من البحر، وكان كل ما السفينة تميل يمين او شمال فكان بيسندها بدراعه القوية ويحافظ عليها لغاية لما الرياح تعدي بسلام والسفينة وصلت للشط بسلام. ودي معجزة كبيرة جدا لأن حمولة أطنان الحديد كانت كبيرة جدا ومش سهل جدا إنها توقع السفينة كلها مع الرياح القوية، لكن المارد دوت خلى إن السفينة تروح تتمسك كويس ووصلت للبر بسلام. فقالوا هو مين دوت؟ فالراجل من جواه حس بسلام وإيمان عجيب إن أكيد هو القديس الأنبا موسى اللي حافظ على الشحنة لغاية لما وصلت بالشاطئ بسلام. بركة صلواته تكون معاكم ومعانا وتعمل كل المعجزات الحلوة ببركة وعيد القديس الأنبا موسى الأسود، أمين. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح، ربنا دايما يفرح قلوبكم بكل غالي. وأشكركم كتير، وبركة صلوات القديسين وأمنا العذراء أولا وأخيرا والقديس الأنبا موسى في عيده تكون معاكم ومعانا، أمين يا رب.